بسم الله الرحمن الرحيم. ايقاف كابتن احمد شوبير ومنعه من ظهور على قناه النادي الاهلي لمده اسبوعين، وايقاف برنامج حارس الاهلي ايضا لمده اسبوعين. هو الغريب يا جماعه مش في الايقاف، الغريبه اني بشوف قنوات دلوقتي، مش هقول لك قبل كده، دلوقتي مش بتبطل كلام ومش بتبطل اهانات ومش بتبطل اي كلام على اي لاعب، والقنوات مكمله والاعلام اللي بيقدم في القناه مكمل. فالغريبه مش في ايقاف شوبير والكلام ده او منع برنامج حارس الاهلي لمده اسبوعين والكلام ده كله. اللي انا مستغرب له بس ان الكلام كله على شوبير، او الكلام كله على قناه النادي الاهلي، او الكلام كله او الايقاف لشوبير او لقناه الاهلي بس. فالقنوات اللي بتجيب الهجاصين وبتجيب الناس اللي بتقطع في الناس، وبتجيب الناس اللي بتفضل تجيب في سيره النادي الاهلي، بتجيب الناس اللي هي بتفضل تقطع في لاعبي النادي الاهلي. ايه دوركم معاهم؟ يعني ايه دور الناس دي؟ مش هتتوقف مثلا؟ ولا الناس دي مش ما فيش اي حاجه؟ ولا ايه بالظبط؟ يعني معلش، المجلس الاعلى للاعلام يقرر الزام قناه النادي الاهلي بدفع غرامه 100,000 جنيه ومنع كابتن احمد شوبير من الظهور في قناه النادي الاهلي لمده اسبوعين، وكذلك منع برنامج حارس الاهلي لنفس المده اللي هو اسبوعين. يعني الفكره هنا ان دي اول مره يتم ايقاف اي اعلامي في قناه النادي الاهلي منذ نشأتها. وتيجي بقى على مين؟ تيجي على كابتن احمد شوبير. يعني تيجي على كابتن احمد شوبير وان هو بيتهم جمهور النادي الاهلي بالتحريض. تحريض على ايه؟ اتهم جمهور النادي الاهلي بالتحريض على ايه؟ يعني معلش، بالعقل وبالمنطق، كابتن احمد شوبير اتهم جمهور النادي الاهلي بالتحريض على مين وعلى ايه؟ على مين وعلى ايه؟ هاتوا اي ادله كابتن احمد شوبير اتكلم فيها وقال اي حد او ادان اي حد على قناه النادي الاهلي. الفكره بقى هنا يا جماعه، زي ما قلت لك، ان يعني مجلس اداره النادي الاهلي لو سكت عن ايقاف برنامج حارس الاهلي او ايقاف كابتن احمد شوبير، معلش، يبقى مش عارف هقول ايه للنادي الاهلي، يعني او هنتكلم ايه لاداره النادي الاهلي. يعني احنا هنسكت على الكلام ده؟ يعني حضراتكم هتسكتوا على الايقاف ده بدون اي مبرر؟ يعني بدون اي مبرر. كابتن احمد شوبير لا حرض حد ولا طلب من حد حاجه ولا قال لجمهور النادي الاهلي اي حاجه، بالعكس هو بيطلع بيتكلم عادي. يعني قبل كده قال شامم شياط يا جماعه، اللي بيبقى عنده شياط يقول وياخد الكلام على نفسه. شكوى اتقدمت في ياما شكاوي اتقدمت في قناه الزمالك اللي كانت ليل ونهار مش بتبطل سب وشتيمه للناس. محدش اتكلم ومحدش قال لهم او اتكلم معاهم او فكر انه يوقف حد فيهم. يعني سنه او سنتين على حال واحد بس، بيبقى من 11 بالليل او 10 بالليل لحد 2 الفجر، وهو الكلام اللي بيحصل هو اللي بيحصل كل يوم. اللي بيحصل النهارده بيحصل بكره، واللي بيحصل بكره بيحصل بعده، اللي بيحصل بعده شتيمه واهانات وسب والكلام ده كله. هل حد اتوقف؟ هل حد اتكلم؟ يعني معلش، اعتقد ان مجلس اداره نادي الاهلي لازم يشوف اسباب ما حدث. يعني اسباب ما حدث وحمايه القناه، يعني حمايه القناه وحمايه كابتن احمد شوبير، حمايه القناه من الايقاف ده. لو وقف برنامج حارس الاهلي اسبوع واحد او يومين بس، او منعه من ظهور يوم واحد، انا بقول لك بعد كده اي حد عايزين يوقفوه هيوقفوه. برنامج في ظهر الاهلي محمد فارس واحمد اسامه. انا بقول لك لو انت سكت او اداره النادي الاهلي ما قدمتش اي حاجه تعرف هو ليه كابتن احمد شوبير اتوقف وبرنامج حارس الاهلي اتوقف، انا بقول لك بعد كده هتلاقي وقف لاي برنامج في الاهلي مش عاجبهم. احمد اسامه ومحمد فارس هيتوقفوا، برنامجه هيتوقف برضه، كابتن احمد شوبير هيتوقف تاني، وبرنامج حارس الاهلي هيتوقف تالت. كل ده ليه؟ عشان اسمه حارس الاهلي؟ عشان بيدافع عن النادي الاهلي؟ هل لما بيدافع عن النادي الاهلي بيدافع بالوحش او بيدافع بالغلط او بيدافع بالكلام ده كله؟ بيجيب ادله عكس الكلام اللي انتوا بتقولوه، او عكس الكلام اللي البرامج بتقولوه.
بتقولوا طب ما هو نفس البرنامج ده نفس برنامج ملك وكتابه الباشمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي لما بيطلعوا يتكلموا وبيجيبوا اي حاله او اي اعلامي او اي كابتن او اي محلل يتكلم عن النادي الاهلي ويتكلم على حد داخل النادي الاهلي او عن اداء لاعب داخل النادي الاهلي، بيطلعوا يقولوا عكس كده. يقول لك ان ده قال كذا وده قال كذا، بيجيب اللي يشكر في الاهلي وبيجيب اللي بيتكلم على الاهلي. ايه اللي حصل لكل ده عشان يتوقف برنامج حارس الاهلي؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ فالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لما عرض يعني او لما معلش برنامج لما يعلن ان برنامج النادي الاهلي ويمنعه اسبوعين، محتاجين اسباب. يعني انا بقول لك ان في دلوقتي هجاصين بيطلعوا على قنوات كتيره ما بيبطلوش الكلام عن النادي الاهلي وتهجيص على النادي الاهلي. هل عشان خاطر ده كابتن احمد شوبير مثلا ولا ايه بالظبط؟ ولا هل ده عشان خاطر جوه النادي الاهلي او داخل النادي الاهلي؟ ولا ايه الموضوع؟ ايه الحكايه؟ ايه الموضوع وايه الحكايه؟ ما هو لازم اداره النادي الاهلي تعرف، ولو في سبب مقنع للايقاف مش مشكله، ما عندناش مشكله خالص. لكن انا بتابع برنامج احمد شوبير وبرنامج حارس الاهلي، ما بفوتش حلقه. ايه اللي هو قاله؟ حتى لما قال شياط قال لك شامم شياط. هل الشياط ده عند مين؟ اللي ياخد الكلام على نفسه، لا اتكلم مع حد ولا حرض حد ولا اتكلم في اي حاجه. هل عشان خاطر لما طلع وقال محتاجين اي عقوبه او محتاجين رابطه الانديه تشوف جماهير الزمالك قالت ايه في حق امام عاشور ومحتاجين الناس دي تتوقف؟ ايه المشكله؟ هل هو بيتكلم على باطل؟ طب ما هو كل البرامج اتكلمت وبرامج كتير اتكلمت. فلازم اداره النادي الاهلي تشوف الموضوع ده، لازم اداره النادي الاهلي تعرف الموضوع ده يا جماعه، لازم اداره النادي الاهلي تشوف ليه البرنامج اتوقف. ولو اتوقف يوم واحد انا بقول لحضرتك اهو هيتوقف برامج كتيره واحمد شوبير هيتوقف تاني. اتوقف لكن يكون في سبب فعلا. يعني هو انا مش بقول لك لو اتوقف يوم واحد يبقى بقول لاداره النادي الاهلي لا اوعى يتوقف، لا. لو في اثباتات وادله تثبت ان احمد شوبير يتوقف وبرنامج حارس الاهلي يتوقف، مش مشكله يتوقف. ولكن لو مفيش ادله ومفيش اثباتات ان هو يتوقف، خلاص يتوقف ليه؟ فلازم اداره النادي الاهلي تشوف الموضوع ده، وما تسكتش على الموضوع ده لسبب واحد: اقنعونا اتوقف البرنامج ليه، واقنعونا كابتن احمد شوبير توقف ليه، واقنعونا الكلام ده حصل ليه. اقنعتونا زي الفل، المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام فوق راسنا من فوق، ولكن اقنعنا او اقنعوا اداره النادي الاهلي ليه سبب وقف البرنامج. بس عكس ناس كتيره قوي ياما اتوقفت، وناس كتيره قوي ياما اتكلمت، وناس كتيره قوي ياما قالت وياما عادت ومحدش سمع عنها اي حاجه. فمش فاهم انا اي حاجه. هل بتراضوا مثلا او ترضيه للزمالك؟ معرفش. لازم اداره النادي الاهلي تشوف الاسباب ايه. لو الاسباب مقنعه فوق راسنا من فوق، لو مش مقنعه لازم تشوف حل للموضوع ده. عاش النادي الاهلي دايما بجمهوره، والنادي الاهلي دايما فوق الجميع. السلام عليكم.